حقق المنتخب المغربي للناشئين فوزا ثمينا على نظيره المالي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت يوم 18 من نوفمبر 2025 ليواصل أشبال الأطلس تألقهم في منافسات كأس العالم للناشئين. دخل المنتخب المغربي المباراة بقوة، وافتتح التسجيل عبر اللاعب زكريا أباحة في الدقيقة 29 بعد هجمة منظمة أكدت جاهزية الخط الهجومي. وقبيل نهاية الشوط الأول عزز المهاجم إسماعيل العود النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 45+11 قبل أن يقلص منتخب مالي الفارق من ركلة جزاء نفذها إن بومبا في الدقيقة 45+5 لينتهي الشوط الأول بتقدم مغربي 2-1. في الشوط الثاني واصل المنتخب المغربي ضغطه ليعود إسماعيل العود من جديد ويوقع الهدف الثالث في الدقيقة 66، مؤكدا أفضلية المغاربة وسيطرتهم على مجريات اللقاء. ورغم محاولات مالي لتدارك النتيجة، اكتفت بتسجيل هدف متأخر عبر بيرث في الدقيقة 90+4 دون أن يغير ذلك من فوز مستحق لأشبال الأطلساء